بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين. اليوم درت لكم قريوشه، راني مصوره معكم شحال من وصفه تاع قريوشه. اليوم جبت لكم وصفه روعه روعه، يعني لا في البنه ولا في الشكل تاعها. اللي ما تعرفش كامل تظفر القريوشه تتفرج هذا الفيديو. وصفه سهله. عندي هنايا كيلو تاع فرينه اني مغربلاتو، زدت له بطاطا تاع خميره، وزدت له ثاني مغرف تاع لافاني، ديروا مغرف كبيره، رشه تاع الملح، ونزيد باطه تاع ماغارين تاع 250 غرام، تكون طريه ما تذوبوهاش، يعني تكون طريه. نزيد الباطه تاع الماغارين ونخلطها مليح. لازم تقعدوا تحبكوا فيها حتى تدخل هذيك الماغارين كامل في الفرينه. ومن بعد نزيدوا مغرف تاع الخل وزوج مغارف تاع سكر كلاص. ومن بعد نلم العجينه تاعي بالماء والمزهر. انا المزهر تاعي شويه خفيف ماهوش قاطع، لميت العجينه غير بالمزهر. واذا كان عندكم مزهر قاطع لا خلطوا نص ماء ونص مزهر ولموا العجينه تاعكم. والعجينه خلوها شويه ناشفه، ما يابسه، يعني حتى ما تقدرش تحليها، ما هي طريه بزاف، يعني وسط. لميت العجينه تاعي ومن بعد درتها خبيزات صغار وغطيها وخليها تريح واحد 10 دقائق. ومن بعد كده ابدا شكلي القريوشه تاعك. انا هاني كما راكم تشوفوا هنايا يعني درتها خبيزات صغار ونغطيها وخليها تريح. وهنا بعد ما ريحت العجينه نحللها، يعني وديروا الفرينه. اذا تقدروا ديروا المايزينا ديروا المايزينا، انا نبغي نديرها بالفرينه. حللتها وجبت هذه الكرتونه قطعتها 12 على 16 باه تجيكم القريوشه كامل على حبه. ونقطع العجينه تاعي على حساب الورقه هذه. ومن بعد ندير خطوط في الوسط كما راكم تشوفوا، ديرها كامل خطوط في الوسط. ومن بعد كنا نقلعها ونثنيها على زوج، ونفتح هذوك اللي فتحتهم بالجراره، لازم تفتحوهم وفتحوها من تحت، يعني الفوقانيه ما تفتحوهاش. ومن بعد ثنوها كما راكم تشوفوا على زوج خطرات. ومن بعد تغلقيها من تحت، غلقوها من الجهتين تدي نفس الشكل. شوفوا كيف خرجت. نزيد تشوفوا الحبه الثانيه كيف نديرها ثاني، شرطوها كامل كنيه في الوسط. ولازم هذاك التشريط اللي يديروه لازم تفتحوه باكي تقلوها تجي مفتوحه، ما تجيش يعني لاصقه في اختها كيما راكم تشوفوا هكا. ومن بعد نفتحها من تحت كيما شفتوا ونقعد نثنيها. شوفوا الثانيه الاولى ومن بعد نزيد الثانيه نغلقها من تحت، ونزيد ثاني نغلقها من الفوق ونحي هذوك الزوائد. وراني دايره الزيت يسخن، ديروا الزيت على نار متوسطه. شوفوا كيف خرج الشكل تاعها. نديرهم ينقلاو، ديروهم على نار متوسطه باه ما يطيبوكمش معجنين. وما تنسونيش خواتاتي بالدعاء لزوجي والوالديه، ان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. انا بعد ما نقلي كامل القريوشه تاعي نعسلها، يعني لا تبغوا يعني ما تعسلوهاش تدسوها، تقدروا تدسوها بصح ما تعسلوهاش، ديروها في علبه وخلوها وقت التقديم، يعني عسلوها تكون الحسيله شويه دافيه وعسلوها وقدموها. انا بعد ما طابت عسلتها والحسيله تكون بارده والقريوشه كانت دافيه. دوكا نطيب قلت لكم كامل القريوشه ونحط على جهه ومن بعد كنيه نعسلها. وجدت هنايا الحسيله تاعي، راهي هنايا حسيله بارده، وتكون لازم الحسيله تكون ثقيله باه تجيكم القريوشه، يعني تجي قريوشه مليحه. ودركا نزين القريوشه تاعي. قلعتها من الحسيله كيما راكم تشوفوا. انا عندي شويه تاع البيستاش زينتها، درتها من الاطراف وفي الوسط. تقدروا ديروا جلجلان. نجيب لورغونزا
ونديرها فيها ونديرها في الكيسات ونقدمها ان شاء الله. برك تعجبكم، وخلوا لي تعليقاتكم يعني اذا قريبش عجبتكم ولا لا. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحده اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.